الأمان، كل الأمان في زيارة أهل بيت رسول الله. أهل بيت رسول الله ربنا قال في حقهم قرآن، والقرآن موصول ببعضه. في سورة الشورى، اقرأ يا حبيبي، اقرأ يا حبيبي. بسم الله الرحمن، سورة الشورى الآية 22 و 23: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شفت بقى جاي ازاي عشان تعقل كده؟ حلو كده. طيب، وانا بقول لك مجربه والله، ورؤى في المنام، وشفت ستنا، مش عاوز اقول الكلام ده، المهم دي حاجه لنفسي انا عارفها خلاص من ايام سيدنا الشيخ الشعراوي، ودعا لي بالستر، والله دعا لي بالستر الشيخ الشعراوي، سيدنا الشيخ الشعراوي سيدي وسيدي اللي خلفوني، اللي علم الناس كلها. اللي يتبع الراجل ده والله لا ينزل عليه مدد من عند ربنا، انا بحلف بالله. واللي يزور اهل البيت ربنا يا اخي، ده ربنا بيقول لك 33 من سوره الاحزاب، قال ايه؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقلت هناك كده في كل المقامات عند اسيادنا احفاد سيدنا رسول الله، انت بتذكر ربنا هناك وبتصلي على سيدنا النبي هناك وبتوصلهم وبتودهم بامر من ربنا انك تودهم. تود سيدنا النبي ازاي وانت بعيد عنه وعن اهل بيته؟ قال لك المودة في القربة، الحب لهم والمودة لهم، مش كده ولا ايه؟ عاوز تصل بسيدنا النبي لازم تروح لهم، لازم تزورهم. ده في، خلي بالك من نقطة مهمة برضه. قال لك انت بتروح هناك بتذكر ربنا، فربنا بيذكرك، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآية 152 من سورة البقرة. وبعدين بالقياس رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. خلي بالك، سيبك من لهو الدنيا وسيبك من جمع وسيب الناس اللي انصارت على الفلوس، مالكش دعوه. اللي يحب اهل بيت رسول الله، اهل بيت رسول الله، واللي عاوز يمشي مع ربنا يترك اللهو بقى، لهو الفلوس. ها وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. خلي بالك الانعام. وتيجي 15 و16 من سوره هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يا ساتر اللي جاي بقى، شوف هي يا ربنا يسترنا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الأعمال. وبعدين ما تقوليش ده رزقي، ما تتاجرش في المخدرات وتقول ده رزقي، ما تمشيش غلط وتجمع فلوس وتروح للساحر عشان يجيب لك فلوس. ازاي هو الساحر بيجيب الفلوس؟ ايوه يا اخويا، هم اللي قالوا كده. ربنا بيقول للجن اهي: يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، خدتوا كتير قوي الانس. الانس ردت ربنا اهي استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. ماشي يا حبيبي، فخلي بالك، خلي بالك، الدنيا مالهاش لازمه خالص. جمع المال ده كله هتسيبه هتنسال عليه، ده انت كل عمرك ده ساعه، خلي بالك، ساعه من نهار خلاص، وممكن يجي لك الموت وانت ماشي مش محسوبه. حلو كده. لو راجل انت هتموت، انت ما فيش حد يعرف، الموت ياتي بغته، القبض عليك متلبس في حركاتك، في سكناتك، في يقظتك، في منام، في اي وضع انت فيه. فخلي بالك، اي وضع انت فيه خليك مع على طاعه ربنا. وخلي بالك ربنا علشان ما يخليش الناس كلها تكفر به، وربنا قال كده الآية 7 من سورة الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. خلي بالك، رجع تاني قال إيه بقى ربنا بعد الزمر سورة الزمر الآية 7؟ هترجع تاني في الآية 32 و33 و34 من سورة الزخرف اهي. قال لك ايه؟ اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه رحمه ربك خير مما يجمعون. يعني ايه؟ اللي يجمع فلوس ويغتني ده فتنه للايه؟ للفقير، والفقير فتنه للغني، والمريض فتنه للسليم، والسليم فتنه للغني، وهكذا. ربنا جعلنا البعض فتنه. حتى في سوره الفرقان قال ايه بقى؟
خلي بالك، وجعلنا بعضكم لبعض الفتنه اتصبرون. وبعدين نرجع تاني لسوره الزخرف بعد ما قال ايه؟ ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون. قال ايه بقى؟ اهي خير، وهتنسى دي. ولولا ان يكون الناس ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك مين؟ للمتقين. كان أولى بالفلوس والخير والذهب والألماس والجبال تكون ذهب؟ قال لا لا، سيدنا النبي. وكان اولى بذلك برضه سيدنا موسى لما كان ورق الشجر وقال كده، قال اعترف انا فقير، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. سيبك، اوعى تنصعر زي الناس اللي انصعرت وضحكت عليه. وقلت كمان مره، اشرب من على الشط، ما تنزلش في البحر وتغب تروح مغرقان او تاكل سمكه القرش. خليك على الشط بتاع البحر حتى لو كنت سباح، لو كنت اذكى واحد في العالم، تمام كده، خليك على الشط واغترف غرفة بيد واحدة كده، تاخد بس تروي ظمأك، ما تشبعش لا تنضر. المشكلة عندك وعندي، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. النعم لما تيجي تموت القلب، تخليك تأخر. حصل لثعلبة ابن حاطب الأنصاري، قلت قبل كده، كان عنده ما يكفيه وطلب ما يضغيه فمات على الكفر وعلى النفاق. مش كده ولا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحسن ختامنا. راجع الفيديو مليون مرة، وانشروا الفيديو وانشروه لمصلحتكم. انا عارف الكلام ده الحمد لله، وعارف ماشي عليه كويس. اقسم بالله الايات بتجيلي وانا نايم وافتح المصحف الاقيها قدامي، هي يا اخ ايه ده؟ والله حصل. انتوا حرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحريه لك، انت ليك الاختيار. انا بقول لك اهو، اوعى تقول لي ده ربنا اللي عاوزني كده، لا، ما تضحكش على نفسك.